حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر اهلا، النفق. انا شيماء حسام. فاهلا بيكم لو اول مره تشوفوني، واهلا بيكم كمان مره في فيديو جديد. فيديو النهارده زي ما شفتم تحت في العنوان هيكون عن اساسيات شنطه المدرسه. ولكن قبل فما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هنتكلم عنها وهي الشنط. بالنسبه لاول يوم جامعه فاحنا مش بناخد حاجات كتير، بناخد بس الاساسيات. فممكن تاخدوا حاجه زي الشنط اللي بتكون كروس او اللي هحط لكم صوره ليها دلوقتي هنا. الشنط دي بتبقى لطيفه وجميله جدا، بالاخص ان لسه ده اول يوم تعارف واحنا مش محتاجين فيه حاجات كتير قوي. اما عن الشنط التوت باج برضو ممكن تصنفوها من ضمن الشنط اللي احنا ممكن نستخدمها ببداية الجامعة او الايام اللي بتكون خفيفة. ولكن اوعوا تفكروا ابدا انكم تستخدموا شنط التوت باج في الايام الزحمة او اللي فيها. اما بالنسبة للشنط اللي انصحكم بيها جدا واللي شايفة انها ممكن تبقى عملية معاكم في المطلق، وهي الشنط اللي بتبقى زي دي، اللي هو شنط الهاند باج. بالاخص انه عندكم بدل الدراع اتنين، اللي هو هتقدروا لو هي تقيلة هتشيلوا على الكتفين، فمش هيبقى عندكم ضغط على كتف وهيبقى وزن عليكم. بالاخص ان في الايام الزحمة بناخد حاجات كتير، فاحنا محتاجين نخفف الوزن شوية. فلو مش هنقدر نخف الوزن اللي هنحطه في الشنطة، على الاقل يبقى عندنا كتف تاني يساعدنا لان احنا نكون في حالة احسن. انا عارفة ان في نوع من الدفاتر بيبقى سلك وبيبقى كبير كده، وبيشيل تقريبا ما يعادل 5 مواد او 7 مواد. انصحكم بلاش، لانه انا عارفة ان الهدف منه بيبقى ان احنا نشيل كل المواد في دفتر واحد بس، ولكنه بيبقى وزن عليكم. اوقات بننزل الجامعة بس علشان خاطر مادة واحدة بس، فحرام تشيلوا كل الدفتر ده علشان خاطر مادة. وفي الاول وفي الاخر ده بيرجع للجامعة بتاعتكم ونظام الكتابة فيها، وهل بتبقى الكتابة شيء اساسي ولا لا. بالنسبة ليا وللجامعة بتاعتي فكنت بستخدم نوعية الدفاتر دي. نوعية الدفاتر دي هي سلك ولكنها مش متقسمة. كنت بستخدمها، كنت بخليها في البيت وبسجل فيها المحاضرات بتاعتي عشان اذاكر في البيت. اما عن الدفاتر اللي كنت باخدها معايا وانا رايحة الجامعة، كنت باخد النوع ده من الدفاتر اللي هو الدفتر سلك، بس الصغير مش الكبير. كنت باخد الدفاتر دي عشان لو حبيت ادون اي ملاحظات، حابة اكتب المحاضرات ورا الدكتور، ايا كان. فكنت بلخص انه بدل ما اخد تو دو ليست واخد دفتر، فكنت باخد دفتر زي كده بكتب فيه كل حاجة انا حابة اكتبها على مدار اليوم. ولكن بالبداية بالنسبة لأول يوم جامعة، أو يوم انتوا مش محتاجين فيه دفاتر، شايفين ان الموضوع مش هيبقى ضغط، مش محتاجين تكتبوا، أنا دايما برشح حتى لو ما كنتش في الجامعة، دايما ببقى شايفة انه لابد وحتما من انه نمشي بالتودو ليست ويبقى معانا قلم. يعني دول حاجتين لا غنى عنهم، ان كنا طلبة في مدرسة، طلبة في الجامعة، او حتى لو كنا في الشغل، فالتودو ليست والقلم لا غنى عنهم. كذلك من ضمن أساسيات الجامعة، وبما إننا بنتكلم عن جامعة ودراسة ودفاتر، فأكيد هنحتاج لأقلام. في ناس بتاخد قلم واحد بس، وفي ناس بتاخد واحد تاني احتياطي، في ناس ما بتاخدش أصلا، بس دول ملناش دعوة بيهم. فبالنسبة للأساسيات بتاعة الجامعة ممكن تاخدوا على الأقل قلمين، واحد أساسي وواحد احتياطي. لو حابين تاخدوا اكسترا أقلام للناس اللي بتحب تدلع نفسها وتدلع الدفاتر بتاعتها بأشكال وألوان وتصميمات مختلفة، ف ممكن تستخدموا المقلمة. في الحالة دي بيبقى عندكم أكتر من قلم، إن كان أقلام أساسية أو أقلام تزيين، إن كان أقلام للهايلايت، حسب انتوا بتحبوا ايه. فكل الحاجات دي بتكون محطوطة في المقلمة بتاعتكم. وكذلك بالنسبة للمقلمة فأنصحكم ان هي تكون مقلمة بسيطة ما فيهاش شغل كتير. كذلك من الحاجات الأساسية للجامعة وهي إزازة المية، ويفضل ان تكون إزازة المية دي من اللي هي بتحتفظ بكون المية تقعد معانا أكتر من ساعة. وكذلك على الصعيد الآخر، بما إننا بنتكلم عن الإزازة فأكيد هنتكلم عن اللانش بوكس. أنا ما بنصحش أبدا إنكم تاكلوا من بره البيت، يعني في النهاية الأكل ده احنا مش هنبقى واثقين هو كويس أو مش كويس. دايما خدوا أكلكم من البيت، على الأقل تبقوا ضامنين جودته. كذلك من الحاجات اللي أنصحكم بيها للجامعة، هي مش من أساسيات الجامعة ولكن أتمنى إن تكون من أساسيات الجامعة، وهي فكرة إنكم تاخدوا لكم كتاب، لأنه كتير وقت بيبقى عندنا أوقات فراغ في الجامعة إن كان بين المحاضرات أو غيره، فليه ما نستثمرش وقتنا في حاجة مفيدة بغض النظر عن الوقت اللي بيكون في الجامعة والمحاضرات. كذلك المواصلات، يعني بيبقى عندنا وقت كبير جدا في المواصلات، احنا ورايحين واحنا وجايين حسب نص ساعة ساعة، فممكن نستثمرها في قراءة كتاب مفيد. في أكتر من طريقة، أكتر من حيلة إنكم تسمعوا بودكاست، تستخدموا الوقت بتاعكم في الذكر حسب انتوا بتفضلوا ايه.
فانتوا تقدروا تكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا بتستغلوا وقت فراغكم ده ازاي وبتستخدموه في ايه بالظبط. اخر حاجه هنتكلم عنها في شنطه الجامعه وكذلك من الاساسيات اللي بتكون في شنطه المدرسه وهي شنطه الطوارئ. طيب شنطه الطوارئ دي بتحتوي عن ايه؟ فيلا بينا نستكشف مع بعض. يلا ازاي؟ اول حاجه الكحول. الحاجه التانية وهي المناديل المبلله، ده شيء لابد منه. كمان لو عندكم الصابون الصغير ده اللي هو بيبقى عبارة عن ورق فممكن تجيبوه، اعتقد هيبقى مفيد جدا معاكم. وكذلك المناديل الورقية، بس انا مش عندي اللي هي بتاعة الجيب، فالمهم مناديل ورقية عادية وخلاص، خليها في الشنطة بتاعتكم. كذلك من الحاجات الأساسية وهي فكرة ان يكون معاكم اي مزيل عرق ايا كان نوعه، فخلوا معاكم مزيل عرق لان اليوم بتاعنا بيبقى طويل ولابد عشان ثقتنا في نفسنا تزيد يعني. كذلك استخدموا اي نوع مرطب، يعني انا اخترت دي عشان العبوه بتاعتها صغيره فتتحط في الشنطه بكل بساطه. انتوا تقدروا تستخدموا المناسب ليكم. يفضل ان هو يكون حاجه صغيره عشان زي ما انتم شايفين حجم الشنطه، وكذلك تخفوا الوزن على نفسكم. كمان من الحاجات الاساسيه وهي فكره ان يكون عندكم مرطب للشفايف. كذلك من الحاجات الاساسيه لكل بنت وهي فكره انه يبقى عندنا شنطه صغيره زي كده، مش محتاجه اقول فيها ايه يعني، من حجمها اكيد واضح باللي جواها. كذلك من الحاجات الأساسية اللي تحطوها في شنطة الطوارئ هي فكرة ان يكون عندكم فلوس احتياطي في شنطة الطوارئ، بعيدا عن الفلوس اللي بناخدها معانا كمصروف يومي، إذ ربما فلوسنا تضيع فيبقى عندنا حاجة احتياطية. كذلك من الحاجات الأساسية وهي فكرة ان يكون عندنا دبابيس احتياطي في الشنطة. بالعدد فيها 3 علبة هذا. إيه؟ بالعدد فيها 3 العلبة هذا. كذلك بيبقى اللي هو اللزقات بتاعة الجروح، إذ ربما يعني ربنا يكفينا شر الجروح. خليها بالتمر. كذلك فرشة ومعجون لو انتوا حابين، لو انتوا مش حابين. ايه؟ النظافة الشخصية عشان بيحبوكم عشان بنموت. يعني انت معترفة بده؟ يس اوف كورس. محتاجين فرشة ومعجون عشان تزودوا ثقتكم في نفسكم. لو انتوا مش محتاجين تاخدوا فرشة ومعجون ممكن تحطوا لبان، يعني اللبان اعتقد هيكفي، بس حطوا كمية كويسة لان برضو اليوم بيبقى طويل. كذلك ممكن تحطوا اي مسكنات او اي فيتامينات انتوا بتستخدموها على مدار اليوم ممكن نحتاجها، بالذات في ايام الامتحانات يا ريت. اغلبهم فعلا في الامتحانات. كذلك من الحاجات اللي انصحكم بيها وهي فكرة ان يبقى عندكم بيبقى زيت عطري او حاجة زي كده بتبقى لطيفة على مدار اليوم. بما اننا رايحين الجامعة ويومنا طويل هناك فاكيد هنرجع مفرهدين محتاجين نفتح البيت على طول، فالمفتاح اكيد لابد منه وحتما يعني. كذلك من الحاجات الاساسية والضرورية ان كنتم في مدرسة في جامعة في الشغل وهي فكرة انه يكون معاكم قصافة، لانه من الحاجات اللي بيبقى لابد. وبكده يكون خلصنا كل المحتويات اللي ممكن تكون في شنطة الطوارئ. لو في حاجات انا ما اتكلمتش عنها في الفيديو في المطلق ان كان في اساسيات الجامعة او في شنطة الطوارئ، فحابة تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اللي انتوا شايفينه مناسب وانا ما اتكلمتش عنه. وبس كده، خليني اقول لكم ان بكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، كونوا بخير والى اللقاء. اراكم غدا ان شاء الله. لما اكون جايبة بنت خالتي علشان تساعدني، والله العظيم البنت ما نامتش من امبارح وهي اللي كنتوا بتسمعوا صوتها في اغلب المقتطفات بتاعه الفيديو اللي هي مفكره ان انا هحذفها بس مش هحذفها. الحمد لله. الى اللقاء. الى اللقاء. اساسيات شنطه المدرسه. نسيت الكلام. طب زايد نسيت كل حاجة. موسيقى تبقى دفاتر عاديه بس الصغيره مش الكبيره، لانه كذلك من الحاجات اللي بتبقى مهمه، كذلك من الحاجات المهمه، كذلك من الحاجات الاساسيه. كذلك لو هتكلم معاكم، كذلك من الحاجات اللي انصحكم بيها وانتوا رايحين الجامعة، هي مش من الاساسيات ولكن انصحكم ان هي تكون مقلمة بسيطة ما فيهاش شغل كتير، زي المقلومة اللي صور ولا ايه؟ طيب
اول حاجه بتبقى موجوده وهو الكحول. بنوسخ نفسنا يا جماعة. بنسلم على بعض. في دبان. اروح اجي وراه يعني. انا حاسه ان انا بتكلم كتير. جماعة عندكم شنطة طوارئ مش لازم تشوفوا فيها ايه، بس كل اللي عندكم في الطوارئ تستخدموه. الجامعه والمدرسه